أكلة الغلابة النهاردة اللي يعشقها بقى الملوك، البصارة الأصلية يا جماعة، بصارة زمان، حاجة كده من ريحة زمان كده، من ريحة جدود الجدود. ويلا بينا نشوف البصارة بتتعمل ازاي. أول حاجة عندي حلة سخنة فيها مية ما شاء الله بتغلي، بنزل فيها بمعلقة ملح صغيرة ونص كيلو من الفول المدشوش، أنا غسلته ونقعته لمدة نص ساعة. هنا الخطوة اللي بعد كده بسلق عندي كيلو بطاطس، بعد ما يتسلق بحمره عندي في السمنة ورشة كده من الملح على الفلفل الأسمر زي ما حضراتكم كده شايفين. البصارة الفول المدشوش يا جماعة 3/4 سوا، بنزل عندي ببصلتين متقطعين كبار وكمان ربطة خضار مشكلة. احط بقى كمان نص راس توم. هنا بقى نيجي للبتنجان معايا، نص كيلو بتنجان غسلاه وبشيل الراس بتاعته زي ما حضراتكم كده شايفين، واحطه عندي في ميه مغليه مع شويه من الملح، اسيبه يستوي معايا في الميه المغليه. ارجع بقى هنا اعمل عندي التتبيله بتاعه البتنجان معايا، حبيتين طماطم، قرنين فلفل اخضر، 5 فصوص من الثوم، شويه كده من الكمون والفلفل الاسمر، وكمان معلقه من التتبيله يا جماعه، وشويه من الملح وشويه من الخل. افرمهم عندي في الكبه واجهز بقى الطبق معايا، افرده معايا بالتتبيله الجميله دي، واحط فوق منها كده البتنجان زي ما حضراتكم كده شايفين. اللهم بارك. يبقى دي تاني خطوه احنا جهزناها مع بعض. اللهم بارك. شايفين حضراتكم احلى طبق بتنجان بقى خطير جدا. نرجع بقى هنا البصاره استوت معانا، بسيبها تهدى شويه وافرمها عندي في الخلاط. احط بقى نص معلقه صغيره من الملح والكمون والفلفل الاسمر واسيبها عندي على البوتاجاز، ونجهز دلوقتي احلى طشه معايا. بجيب عندي الطاسه احط فيها زيت سخن مع معلقه كبيره من الثوم وشويه كده من الملوخيه الناشفه مع شويه ميه من الهون يا جماعه، وازود كده رشه كده من الملوخيه الناشفه وهي بتغلي معايا، واروح نازله باحلى طشه للبصاره، بتودي الطعم في حته تانيه. هنا طبعا احنا غرفنا البصاره معايا، اللهم بارك. شايفين النص كيلو عملوا معايا كميه قد ايه، واروح مزيناها معايا باحلى بصل كمان معايا مقرمش، وادي بقى احلى سلطه، والبتنجان مستوي جدا ولذيذ، وكمان احلى بطاطس محمره جميله جدا. اكله زمان يا جماعه، اتمنى حضراتكم تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.